ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي على أفضل الصلاة والسلام. المقطع الفيديو اللي هيجي ده اهو تمام، يعني هيبقى سريعا كده بس عشان المصداقية وعشان الناس اللي كل شوية تخش تقول لي أنا عايز تجربة سيس كام، عايز تجربة ماجيك كام. طب يا باشا، أنا الوحيد اللي كنت بطلع أسبوع 10 أيام كسيرفر شيرينج. الحمد لله سيس كام عندي أقوى سيرفر بفضل الله. تمام. وأنا عندي نوعين، نوع يشغل مثلا قناة ار تي، يشغل قناة على الأوروبي، فاهم؟ مش هيبقى قد كده على قاموس. تمام. وعندك سيرفر من الآخر ده اللي مشغل الدنيا كلها زي الفور اوفر، بس طبعا الفور اوفر أقوى معروف يعني، عشان بيفتح باقات أزيد شوية. إنما كثبات على الأقمار حاجة ممتازة. تمام. طيب أنا بس بعمل مقطع صور ده عشان هنوري لكم سيرفري على معظم الأجهزة. داكي ماشي، سالك جي اكس ماشي، اللي هو ال 3030 ماشي. كل الكلام ده أنا هعمل لكم مقطع على السالك ده بس، يا رب ينزل عشان يبقى فيه مصداقية والناس تشوف بعينها. طب أنت عايز تجرب؟ لا، خش وشوف الفيديو. طبعا أنا مش هعرف أفبرك الفيديو، لا، قدام منكم عملي. تمام. فخليكم معايا لما نجرب الأجهزة وندخل سيرفر قدام منكم، وإن شاء الله تحت أمر الناس لجميع الأمور بإذن الله. خليكم معايا. طيب احنا أول حاجة هنجرب قدام حضراتكم على جهاز السيناتور 3030. تمام. خلي الناس معايا يعني عشان برضه يبقى في مصداقية لكل حاجة. أنا دلوقتي عندي جهاز 3030. تمام. طبعا اللي هيعوز السيرفر انت هتكلمني تقول لي جهازك نوع ايه عشان اقول لك ده يشتغل بايه، ماجيك كام، مش فاسس كام، سوفت ايه، نظام ايه، عشان يشتغل معاك صح. مش تاخد لا ده مش شغال، لا بيقطع، لا الكلام ده كله ما اعرفوش. ليه؟ احنا كل الكلام ده دهسنا عليه. طب انا دلوقتي مبدئيا هخش ادخل السيرفر بالفلاش عندي على طول، بدل ما اقعد اكتب انا بالنسبه لي ادخله بالفلاش على طول. تمام. ماشي. طيب عشان بس مش هينفع ان انا ادخل البيانات عشان ما تتشافش، بس خليكم معايا ونقول لكم ونوري لكم الشغل ماشي عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ادا كده سيس كام قدام حضراتكم. نخش كده خلاص، كده السيرفر اتكتب ماجيك كام وسيس كام الاثنين مع بعض. انا كده عملت ربطت نت. المفروض يكتب كونكت في ثانيه، كتب كونكت خلاص، جاب اي بي كده ان النت وصل في قلب في قلب الجهاز بتاعنا ال 3030. طيب ثواني كده قدام حضراتكم قدام منكم مكتوب اتصال. انا عندي بقى السيرفر ده كده نوعين، نوع كاتبه على في قلب البرنامج نفسه، الملف التكست دوت ملف سيس كام وماجيك كام. ده كده ماجيك كام اهي بيبقى 5 بيانات، والتاني 4 بيانات اهو. كل الكلام ده هنعمل عليه شروحات باذن الله. طيب الجهاز ده بقى 3030 عايز سيس كام ولا ماجيك كام؟ لا ماجيك كام، لان سيس كام مقطع عليه. فقوم انا بالريموت عامل ايقاف، عمل فصل للسيس كام. السيس كام كل حاجه شرح، مش هنعرف نعمل كل حاجه شرح عشان الناس تبقى فاهمه. انت لما تعوز السيرفر تقول لي يا ابو جانا عندي كذا كذا، خلاص انا عارف انا هعمل ايه. الماجيك كام اتصال كده تمام التمام. تمام. طيب نيجي بقى على طول كده نشغل القنوات بتاعتنا اللي هي بتاعت الار تي. دي تعتبر بديل فروفر، بس مش هيشغل معاك ولا صوتيات ولا الباقه الحمراء بتاعت او اس ان بما يرضي الله. اما حكايه السيرفر يفتح معايا طلقه زي ما انتم شايفين كده، بصوا مفيش بقى. طيب دلوقتي انا اعرف ان السيرفر ده شغال معاك تمام ولا مش تمام ازاي؟ اعرف شغال تمام لو كل ما القناه تشتغل هيقوم جايب كاتب مشفر وهكذا. لا، عندي الكلام ده. نيجي نقلب على قناه تانية ميه، ده السيرفر اعلى حاجه عندي اهو اهو اغير. طيب واحد يقول لك يا عم قناه الارتي ده قناه عاديه، ممكن اجيب لك على القمر الملعون، بس انا ما كنتش عايز اجيبه. تمام. ده قدام منكم القنوات. تمام يا جماعه ادينا احنا كده جبنا يعني ده لحد الان شغال، مفيش ما بيرمش بالنسبه للماجيك كام. طيب هتقول لي انت ممكن نوصل سيس كام؟ هيقطع، ما هو طبيعي، ده جي اكس كل جهاز والعبد لله مجربه وفاهم دنيته. طيب واحد يقول لي يا عم ارطيه، يا عم ما نجرب على اموس اللي هو الاسرائيلي. انا اصلا قمر ده ملعون ما بحبش ان انا اجرب عليه، بس عشان خاطر الناس وعشان الفيديو يبقى بما يرضي الله. طبعا اصعب قمر اموس في التقطيع والكلام من ده. نبص عليه. بصوا طبعا احنا جايبين قمر اموس طبعا عشان اخش بقى عشان نتحرك غرب شرق. تمام. ون ون يعني اهو زي ما انتم شايفين كده غرب شرق عشان اقدر اجيب قمر اموس ده على الموتور زي ما انتم شايفين نجيب اشاره. بعد ما نجيب اشاره نجيب القمر ونظبط الدنيا ونشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. ده كده قدام منكم في ثانيه جبت القمر. تمام التمام. نجرب كده ونشوف هو القمر ولا ايه ظروفه. هو القمر
في ثانيه، بمعنى كلمه ثانيه. ده كده الامر الاسرائيلي الملعون اللي انا كارهه، مع ان انا مش عايز اجيبه زي ما انتم فاهمين. انا بس بجيب عشان اعرف الناس الثبات السيرفر او فتح السيرفر. لا ثواني كده، انا غلطت ليه؟ الاشاره راحت، انا ما سيفتش، عشان كده الاشاره راحت، لازم ارجع تاني. كده انا سيفت القمر تمام، فهنجرب يلا اهو. الاشاره 93. بتكلم ايه؟ انا بتكلم في فتح السيرفر، انا ماليش دعوه بايه، بصوره ولا كلام من ده. انا بتكلم في فتح السيرفر، الشرينج ثبات، ثبات مفيش تقطيع. لو في تقطيع هيقوم كاتب مشفر وهكذا، مشفر وهكذا، مشفر وهكذا، ويبقى ايه؟ سيرفر تعبان. ادي كده السيرفر، عشان الناس اللي هتخش تقول لي لا انا عايز اجرب. يا عم الحاج انا ما عنديش تجارب، انا عندي قدام منك فيديو، انت تخش ايه تجرب وتشوف الدنيا قدام منك اهو. تمام، انت قول لي جهازك ايه يا عم الحاج. ادي كده قناه اللي هي الموفيز تمام اهي، نجرب برضه زي ما انتم شايفين شغاله ولا مش شغاله. اه كله شغال بسم الله ما شاء الله، تمام التمام، و100 فل 14 وبثبات، ولا في نتشه ولا في الشغل اهو، زي ما انتم شايفين القناه عامله ازاي. تمام. طيب ده كده بالنسبه للمعالج اللي هو الجي اكس اللي هو 3030. طيب دلوقتي هتيجي تقول لي يا عم بجانا طب ما تجرب لنا على السالك، على السالك. السالك يعتبر هو نفس الكلام ماجيك كام، عشان ما اقعدش اجرب ايه اجهزه كل شويه يعني. انا كلامي واضح. تمام. تمام. طيب جرب لنا على الصن بلس. الصن بلس بقى يختلف، يعني بدل ما نوصل جي ماجيك كام سيس كام، وهعمل لكم فيديو باذن الله الماجيك كام بيتكتب ازاي. تمام. والسيس كام بيتكتب ازاي، لان بيطلب مني كتير وناس كتير يعني مش عارفه تكتب السيرفر. فهعمله لله ان شاء الله، عشان بس ما اطولش على الفيديو ده. تمام. وان شاء الله هنزل لكم الشغل الملفات، وطبعا ده موجود عندي السيرفر نش السيرفر اللي هو السيس كام والماجيك كام، ده بالنسبه للسيرفر موجود. تمام. طبعا بقى غير النيشير وغير الفول اوفر وغير الكلام ده كله. اللي حابب وعايز يقول لي جهازه نوع ايه وهيدوه سيرفر زي ما انتم شايفين اهو قدام منكم بقى. انا كده واقف على المفروض قمر على طول، اصلا لاي اقل سيرفر لازم يقطع عليه اهو. ادي القنوات ولا نمشي، قنوات ولا نمشي، الحمد لله. ادي فيديو عشان يبقى في مصداقيه، ما حدش يقول لك لا احنا نجرب لا احنا نعمل، لا الكلام ده كله انا بتعب منه والله. تمام. لو اي حد محتاج حاجه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.